الصلصة اللي بنشتريها من السوبر ماركت ولا الصلصة اللي بنعملها في البيت؟ وهل يا ترى في فرق كبير بينهم؟ فتعالوا كده اقول لكم ازاي تعملوا صلصة الطماطم البيتي نفس لون وقوام صلصة المصنع بالظبط. عايز افكركم ان ده الجزء الثالث من سلسلة تخزين الطماطم. في الجزء الاول عملنا لكم الطماطم المجمدة، وفي الجزء الثاني عملنا لكم الطماطم المجففة، وده طبعا الجزء الثالث تخزين الطماطم كصلصة. اهم حاجة صلي على النبي واعمل لنا لايك وسبسكرايب، ويلا بينا اقول لك الخلاصة. اول حاجه لو بصينا على الصلصه الجاهزه هنلاقي لونها غامق، واللون الاحمر فيها بيكون مبالغ فيه، وده طبعا عشان الالوان الصناعيه اللي بيضيفوها على صلصه المصنع. واكيد طبعا حضراتكم عارفين اضرار الالوان الصناعيه على صحه الانسان. تاني حاجه بيتضاف عليها مواد حافظه، وده هيأثر على الطعم وكمان على الصحه. اما بقى الصلصه البيتي هتلاقيها طبيعيه باللون الاحمر الطبيعي والقوام المتماسك عكس المصنع تماما. طبعا في مصانع كتيره جدا بتنتج الصلصه بطرق صحيحه 100%، لكن طبعا في مصانع بتستخدم الطماطم البايظه وحاجه كده في منتهى قله الضمير. المهم اعملوا الصلصه في البيت علشان تحافظوا على صحه عيلتكم. فيلا بينا نبدا بالخطوات. هتنزلوا تجيبوا الكميه اللي انتم محتاجينها. زود يا باشا الكميه، سعرها رخيص وهتغلى مع الوقت. وبعد ما اتاكدنا انها تمام هندخل على مرحله الغسيل. هنغسل الطماطم بضمير، ما نعرفش ترش عليها ايه ولا عدت على كام واحد قبلنا. وهنا نكون خلصنا مرحلة الغسيل. تعالى ندخل على المرحلة اللي بعد كده، مرحلة التجهيز، وهتلاقي فيها اختلافات كتيرة بين الناس. في مجموعة من الناس بيسلقوا الطماطم سليمة وبعد كده بيقشروها، والطريقة التانية ان احنا نقطع الطماطم ونشيل منها الجزء الاخضر ده. عايز افكرك ان ده الجزء التالت لتخزين الطماطم. خلص الفيديو ده وارجع شوف الاتنين الباقيين، هتستفاد. الطماطم سعرها رخيص. صلى على النبي وتعالى اقول لك ليه صلصة البيت احسن 100 مرة من صلصة المصنع. اول حاجه بتضاف عليها مواد حافظه زي بنزوات الصوديوم وسوربات البوتاسيوم، وطبعا المواد دي بتضاف عشان تمنع نمو البكتيريا والفطريات علشان تقعد معاك مده اطول. طيب هل المواد دي مضره؟ لو استخدمت منها كميات كبيره جدا. وطبعا بتضاف عليها نكهه صناعيه علشان تحسن النكهه، ومحسنات قوام ومحليات صناعيه والوان صناعيه واحماض ودهون ومضادات اكسده ومواد منع للتكتل. واكيد طبعا حضراتكم عارفين تاثير كل ده على الانسان لو اخد منه كميه كبيره. احنا بقى هنا هنعمل لك الصلصه طبيعيه 100%، وهنا نكون خلصنا مرحله التقطيع. لكن ثانيه واحده، الطماطم شكلها حلو، هناكل واحده واتنين. تعالى بقى ندخل على المرحله اللي بعد كده. هتنزل بالطماطم على نار متوسطه من غير ما تضيف ميه، ولو هتضيف ميه يبقى كميه صغيره لان كل ما تزيد الميه هتاخد وقت اطول. 10 دقايق على النار وهتسيبهم يبردوا. تعالى ندخل على المرحله اللي بعد كده، لكن اهم حاجه صلي على النبي. خلاطك الجميل، وهتبتدي ان انت تضرب الطماطم وهتنزل عليهم بمعلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره سكر يا سكر، وبنضيف السكر هنا علشان نعادل الحموضه. وندخل على المرحله اللي بعد كده. هنرجع تاني للبوتاجاز، وهنا الحله هتكون من غير غطا علشان نبخر الميه. وخدها قاعده اساسيه كده في اي طريقه حفظ، ان احنا بنوقف نشاط الميه والهواء. والمرحله دي هتاخد معانا وقت من 40 ل 60 دقيقه على حسب الكميه اللي حضرتك هتعملها. وعلى ما المرحله دي تخلص عايز اسالكم سؤال وردوا علينا في الكومنتات: هل الطماطم من ضمن الخضار ولا من ضمن الفاكهه؟ اللي يعرف يكتب لنا في الكومنتات. وهنا طبعا جبنا الموبايل التاني عشان نصور لكم ستوري، واول ما تلاقي القوام تقل معاك هتنزلها من على النار. وهنا نيجي لاخر مرحله، يا اما هتعبيها في مرطمانات زي ده، بس خلي بالك لا تتلسع زي حالاتي، يا اما نعبيها في اكياس ونحطها في الفريزر. وتقدروا تحطوا عليها نقطة زيت على الوش كده علشان ما تعفنش منكم. ولو وصلتوا لحد هنا جاوبوا على السؤال وصلوا على النبي واعملوا لنا لايك وسبسكرايب. سلام.